كان رئيس النادي كان اسمه علي فايز الله يرحمه. فاحنا كنا بنروح الفندق، وبعد الفندق بنتجمع كده وبيدي كل واحد مصروف عشان نتعشى. فانا كان نصيبي ما كانش في فكه، ادى الكابتن احمد عيد اداله جنيه، قال له انت وبهاء كل واحد 50 قرش. كل واحد 50 قرش. احمد سعيد ساعتها كان في الجيش وكان مزوغ من الجيش، واحنا قاعدين في القهوه دخلت الشرطه العسكريه جري، انا مش هتعشى جريت وراه، احذف النص يا كابتن. انا حزين في الفتره دي على نادي السويس، حزين حزين حزين. هما في مره جمعونا عشان يشوفوا ايه اللي تحضر نادي السويس كده. كان السكرتير عام المحافظه، كان سكرتير مساعد ساعتها الاستاذ علاء بدور، فبيسالني بيقول لي ايه اللي مستوى الكوره في السويس بقت كده ليه؟ قلت له ادي العيش لخبازه. بتاع الكوره بيلعب كوره، بتاع السباحه بيبقى في الميه، بتاع الجري بيجري. انما مع احترامي للناس اللي موجوده، ناس عظماء، ناس على مستوى المسؤوليه، بس ما لهمش في الكوره. مهما يكون معاهم فلوس ما لهمش في الكوره. وقلنا يا اخوانا اعملوا لجنه من الخبراء اللي موجودين، هتدير النادي، هتجيب لكم لعيبه وهتجيب لكم مدربين وهتجيب لكم كل حاجه. انما للاسف هم ما لهمش في الكوره، وده سبب كبير من الاسباب اللي ادت بشكل او باخر. وبعدين انا بيقول انت بتاع اسماعيل بدره في النادي، انا مش بتاع اسماعيل بدره ولا بتاع احمد ابو نازل ولا بتاع صالح صادم، انا ابن النادي، ابن النادي المخلصين، سواء جوه النادي او بره النادي هشتغل. انا في كل بلد يسالوني، بيسالوني انا النادي بتاعكم وحش ليه؟ انما ما حدش يعرفهم دول، احنا اللي بنتسال.